اهلا بيكم في قناتي. انا آية، قناة لمسة كروشيه. عايزة اقول لكم النهاردة ازاي انا حبيت الكروشيه وازاي انا ابتديته وازاي بقى هواية وازاي ان انا مبقتش يوم بيعدي غير لما بشتغل كروشيه. بصراحة انا عمري ما كنت اتخيل ان احب الكروشيه، يعني الكروشيه بقى شيء اساسي وجزء اساسي من حياتي. الكروشيه بدأ معايا صدفة بسيطة جدا، عادي قاعدة على النت بقلب فيديو من الفيديوهات جه قدامي الشنطة كروشيه. فطبعا من جمالها ورقيها، وغير ان الشنط دي مش اي حد بيبقى لابسها ومش منتشرة لان بتبقى قطع فريدة. فشفت الفيديو ده بالصدفة، عجبتني الشنطة قوي، قلت خلاص انا هتعلم واعمل لنفسي شنطة. فلما شفت فيديوهات كتيرة وبحثت عشان اشوف ازاي اعمل الشنطة، طلع الموضوع اكبر من كده بكتير. طلع ان انا لازم اتعلم، لان الفيديوهات كلها طلعت قدامي ان في غرز اساسية، والغرز الاساسية لازم اكون عارفاها، وانا واحدة مفيش خالص معرفش اي حاجة في الكروشيه ولا على الكروشيه ولا حتى ازاي امسك الابرة. فبحثت كتير لحد ما شفت فيديوهات وقلت خلاص يلا هتعلم مفيش مشكلة. فكان طبعا لازم اشوف قنوات تكون بتعلم كويس، فيديوهات تعليمية. شفت فيديو بسيط جدا عن غرزة بسيطة جدا زي السلسلة اللي انا بعملها مثلا النهاردة. لما شفتها جربت مرة واتنين وتلاتة واتلخبطت كتير وفكت كتير واشتغلت كتير والحمد لله نجحت. لكن اول غرزة انا نجحت بيها كنت فرحانة جدا جدا، لان لما بشتغل الكروشيه بحس براحة، بحس في فرحة كده، يعني مش اللي بيشتغل كروشيه فعلا هو اللي هيبقى فاهم كلامي. طبعا كل لما بعمل حاجة جديدة بايديا انا بحس ان انا بخلق حاجة جديدة. ليه؟ لان انا اللي عاملاها، حاطة فيها لمستي. مش شغلي ده مش اي حد هيكون عامله، مع ان في بدل قطعة الكروشيه 20 قطعة و100 قطعة، بس انت ليكي لمسة غير اي حد تاني بيشتغلها. فطبعا اتوكلت على الله واتعلمت وقلت يلا تمام، والحمد لله عملت شنطة، والشنطة بقت شنطتين وتلاتة وكتير جدا. اللي متابع شايف وعارف. طبعا اللي حابب انه يتعلم كروشيه يبدأ معايا، وهيتعلم خطوة بخطوة وهيحب الموضوع، وكل شيء هيمشي بسهولة جدا جدا جدا. انا حتى بعمل معاكم جزء بسيط جدا يعني بالراحة جدا مع بعض اهو. مبدئيا ما قلتلكوش ان الخيط اللي معايا خيط كليم، والابرة مقاس 6.5، لان كل خيط بيمشي معاه ابرة معينة برقم معين. طبعا انت لو عايزة تبتدي كروشيه وخايفة فانا بقولك ما تخافيش، هنا هنمشي خطوة بخطوة. ويمكن كمان ده كان سبب تسميتي للقناة لمسة كروشيه. هنتعلم مع بعض الغرز، هنعمل مشاريع بسيطة جدا يعني بالظبط لحد ما تتعلمي. مش هسيبك غير لما تكوني متعلمة كروشيه كويس جدا، ومع الوقت هتلاقي نفسك بتطلعي حاجات تحفة جدا بإيدك. مش بس هنتعلم، احنا كمان هننبسط وهنبني مجتمع، يعني مش عايزة اقول كبير ومش عايزة اقول صغير، يكون بيحب الكروشيه وكمان بيشارك شغله بفخر. فلو حابة تبتدي الرحلة ابتدي يلا معايا، اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان تتابعيني. وطبعا لازم تتابعي كل جديد انا بعمله. وده انا آية، وده عالم الكروشيه البسيط بتاعي، لمسة كروشيه.